ازاي تعرف تجيب عقد عمل هنا في ألمانيا من وانت في مصر. في خطوات معينة لازم تمشي بيها عشان خاطر تعرف توصل لعقد عمل. ألمانيا مش زي الخليج، دي قبل ما اقول اي حاجة. ألمانيا مش زي الخليج، ما ينفعش مثلا ابني خالتك يجيب لك عقد عمل من غير لغة، ابني مش عارفة مين مكتب ايه، عشان محدش ينصب عليكم. الناس دي بجد نصابة. الموضوع مش كيمياء، الموضوع بسيط بس محتاج شوية خطوات تبقى عارفها وتمشي عليها، وبعدين ايه تلاقي شغل ان شاء الله وتوصل هنا. وكل اللي وصل هنا تقريبا بنفس الطريقة، فهو ما عملش حاجة ازيد منك، بس هو حد سأل وعرف الطريقة السليمة. الجروبات مليانة ناس اتنصب عليها يا حبايبي، ناس بتلعب بأحلام الشباب، ناس بتضحك عليك تقول لك هات فلوس وانا هجيب لك عقد عمل، هات 5000 يورو، هات 10000 يورو، ناس بتدفع. فحرام. فانا هقول لكم دلوقتي الطريقة بصراحة، يعني عشان خاطر لو انت في مصر مثلا او في اي دولة تانية، على فكرة نفس الكلام يعني بيمشي مع اي دولة تانية، تقدر تيجي بنفس الطريقة دي. اول حاجة انت محتاج تعرفها هي شهادتك معترف بيها ولا لا. هتعرفها عن طريق الموقع ده، هكتبه لك على الشاشة، هتدخل عليه تحط شهادتك، هتعرف اذا كانت معترف بيها ولا لا. خلاص شهادتك معترف بيها ولا لا، محتاج تعرف شهادتك محتاجة معادلة ولا بس اعتراف، يعني تبقى بس معترف بيها. اذا محتاجة معادلة انا بنصح ان انت تعادلها من مصر. حاليا تعرف تعادلها من مصر، يعني مش محتاج ان انت تيجي هنا وتستنى فترة المعادلة فتصرف مصاريف سكن وتصرف مصاريف حياتك هنا بالعملة الصعبة لحد ما تعادلها وبعدين تدور على شغل وتشتغل. لا، عادلها من انت في مصر، وتكلفتها بتبقى من 350 ل 600 يورو على حسب. خلاص انت عدلت شهادتك وشهادتك طلع معترف بيها، انت بس مش باقي لك غير خطوه واحده بس، هي ان انت تروح تعمل السي في بتاعك، سي في محترم تعمله من على مواقع ذكاء اصطناعي زي شات جي بي تي، زي هايبر رايت. كنت كتبتهم لكم قبل كده ووريت لكم الطريقه بالتفصيل ازاي. هتدخل تقول له يعمل لك سي في لطيف، هتعمل سي في لطيف باللغه الالمانيه. اذا كان الوظيفه اللي انت بتدور عليها محتاجه لغه، لازم هيبقى معاك شهاده لغه، ولازم تبقى كاتب كده في السي في يبقى معاك شهاده لغه من معهد معتمد. اذا كانت مش محتاجه لغه زي الاي تي والناس اللي هي مستثنيين لشرط اللغه، فانت هتيجي تقدم على طول بالطريقه اللي انا هقول لكم عليها دي. هتدخل على مواقع التوظيف، زي في 10 مواقع تقريبا مكتوبين على جوجل بس هم اشهرهم هنا: ستيبستون، لينكدين، انديد. الثلاث مواقع دول اشهر ثلاث مواقع محتاج ان انت تدخل عليهم وتدور على تختار المدينه اللي انت عايز تروحها وتدور على الوظيفه اللي انت عايز تشتغلها. وهتلاقي شركات كتير منزله انها عايزه ناس، فانت هتاخد ايميل كل شركه تروح تبعت لها السي في بتاعك وبس، والله مش هتحتاج اكتر من كده. ولما ترد عليك شركه هتبعت لك عقد عمل وهتبعت لك كل التفاصيل وهتعمل معاك انترفيو الاول فيديو، وخلاص اتقبلت وبعتت لك عقد العمل. هتاخد عقد العمل وتروح بيه للسفاره وهتاخد فيزا تاشيره، فيزا بتاع عمل، وهتيجي راجل على عقد عمل او استاذ على عقد عمل، معززه مكرمه، ولا حد ينصب عليك ولا حد يضحك عليكم. دي بصراحة أنا شايفة إنها مش طريقة صعبة، بس محتاجة شوية صبر ومجهود، وما تخليش حد يضحك عليك أرجوك. وبس، والله بالتوفيق للكل.